السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة ليفيوتي بالعربي. كما وعدتكم في الفيديو السابق حول مدربين العرب على مستوى ليفيوتي 17، سأقوم بعرض لكم جميع المدربين العرب. أولا لقد قمت ببحث فوجدت أن ليست هناك جميع الجنسيات، فهناك فقط مدربين من الجنسية السعودية ومدرب جزائري ومدرب تونسي. إذا أردتم البحث عنه فيجب أن تذهبوا إلى الترانسفير ماركت وتذهبوا إلى بيرسونال يعني كوتشز أو مانجرز، ولتسهيل البحث يجب اختيار الجنسيات. يعني نبدأ بالجنسية التونسية إذن كالآتي، وسنجد المدرب التونسي قاسم هو المدرب التونسي الوحيد في اليفيوتي 17. كما هناك مدرب مغاربي أيضا وهو مدرب جزائري اللي هو مدوي، هو مدرب جزائري الوحيد أيضا في اليفيوتي 17. أما بالنسبة لآخر جنسية فهم المدربون من السعودية، فهم 4 أو 3 مدربين. نبدأ بأحسنهم وهو سامي الجابر كأحسن مدرب يفوتي عربي. وهناك مدربين آخرين وهم في البرونز، هناك جبور وسليمان وبانغورا، وعنده اسم أجنبي لست متأكدا على أنه سعودي 100%، لكن في اليفيوتي 17 هو له جنسية سعودية. إذن كان هذا فيديو يخص جميع المدربين العرب. بالنسبة للتشكيل قمت باختيار سامي الجابر، في رأيي أنه أحسن مدرب، ومدرب أعرفه لاعب محترف وعالمي على المستوى العربي. ولكم حق الاختيار إذا كنتم أيضا تودون تكوين فريق عربي كما فعلت في اختيار مدرب من بين المدربين العرب، سواء المدرب الجزائري أو التونسي أو واحد من بين المدربين السعوديين. إذن كان هذا كل شيء، لا تنسوا أن تشتركوا في القناة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.